دلوقتي يا استاذ بهدي الكاس للابطال دول الشهداء دول انت جيت وقفت ابطال المصريين في تهديد جماهير الزمالك المحترمه وبقول الجهد اللي احنا عملناه بقول للولد اللي اسمه اسامه خليل اللي بيكتب ان الفرق بين محمود طاهر ومرتضى منصور لما خسرنا الماتش الاولاني سموحه اللي كسبت الاهلي خدنا بطارهم يا باشا. دي الاداره الرشيده بتاع محمود طاهر ودي الاداره الفذه بتاعت مرتضى منصور. خدنا بطارهم. هو بقى ايه رايه لما سموحه غلبت الاهلي؟ برضه هنقول على محمود طاهر ادارته رشيده ولا محمود طاهر ماله؟ او انا مالي النهارده طب انا كسبت سموحه اللي كسب الاهلي، عارف ان دي رياضه فيها مكسب وخساره، عايز اقول له لم نفسك بقى هو وابراهيم البنيسي الاشكال دي. كل الناس دي حاطه عليك عشان سياده الرئيس. الناس دي حاطه عليك الكاس عايز اقول لك اصعب من بطوله الدوري. ايوه والله احنا ضيعنا بطوله الدوري بايدينا احنا. البلانتي اللي ضاع والجون اللي جبته في نفسك. الناس دي بتحقد عليك يا ريس. لكن من امبارح انا قلت لهم كلمتين حتى اللي هيمشي منكم ابنوا مجد لنفسيكم اسم نادي الزمالك. اوعى تفتكر انت بتلعب والملعب فيه 5 ولا 6 بيتفرج عليك، لا ملايين في مصر والعالم العربي بيشوفك. هو عشان سمع كابتن مرتضى بيشجعك. في ناس بيجي لها السكر والضغط والقلب بسببكم. خليكم رجاله ما يهمنيش النتيجه. اخيرا بقى عندنا النهارده ضرب رئيس محترم النهارده كانوا رجاله حتى في صف النظر النهارده كانوا رجاله. احمد حسام ميدو كان عايز يمشي بعد ماتش سموحه الثاني في الدوري وانا قلت له اقعد خد بطوله ومجلس الاداره هيجتمع يوم الاثنين ياخد قرار. احمد حسام عايز يكمل من 2004 لسه لينا مجلس من 2004 من 2004 بقى لك مجلس اهو النهارده 2004 مجلس بالكامل. ايوه اسف سب. لكن لو كان مشي بعد ماتش سموحه بتاع الدوري كان يبقى ماشي مهزوم مبسوط. النهارده احمد حسام ميدو مشي وقعد في النهايه واخد بطوله ورفع راسه. لا واحد سيد اللي جهاز فني هيقول عليه انا عامل واحد سيد على فكره في السر بيتقال اول مره انا اللي طلبت اول مره تدخل. انا اللي طلبت حسام انه الواحد يجي عشان لو ربنا كرمنا وخدنا كاس ونرفع الكاس.